قال له هخرج من جسدها بشرط واحد. تعالوا نشوف الشرط اللي اشترطه الجن على الشيخ علشان يخرج من جسد البنت. جن تلبس فيها، فنطق الجني على لسان هذه الحالة الملموسة. فالمهم الجني نطق، فالشيخ بيقول للجني، بيقول له اخرج. قال له لن أخرج، أنا مش خارج. قال له إذن سأقرأ عليك كثيرا كثيرا فأخذ يقرأ. فنطق الجني، قال له خلاص أنا هخرج ولكن عندي شرط. الجني بيشترط، بيقول له أنا هخرج منها بس بشرط. قال له وما شرطك؟ قال أن أدخل فيك أن. قال أن أدخل فيك أن. عمرك شفت كده؟ قال أنا هخرج من الحالة دي بس أخش فيك أنت. تعرف الشيخ قال له إيه؟ قال له وأنا موافق. أنا قاعد قدامك أهو، مش هتنقل والله ما رايح في حتة، أنا قاعد أهو، يلا اخرج منها وتعالى ادخل فيا. بعد دقائق بكى الجني، بكى. فقال له الشيخ ما يبكيك؟ قال لا أستطيع أن أدخل فيك، ولا يوجد جني على وجه الأرض يستطيع أن يدخل فيك. فقال له الشيخ ولما؟ قال له كيف لنا أن ندخل فيك وقد قلت بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيبك بقى من كلام الجني، خلينا في كلام النبي. انت عارف النبي قال عن الذكر ده ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. يحصل ايه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مثل عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة. اسمع، وكانت له حرزا من الشيطان سائر يومه، ولا يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر منه. إلزم هذا الدعاء في الصباح، إلزمه في الصباح بعد صلاة الفجر. قل بس الذكر ده 100 مرة، الشيطان لن يكون له عليك سبيلا أبدا. يا جماعة ده كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. القوة مش في الجسد، القوة في القلب اللي عامر بذكر الله سبحانه وتعالى. الجن ممكن يخوف لكنه مش ممكن أبدا يأذي إنسان علاقته قوية بربنا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ابعت الفيديو ده لغيرك، خليه يستفيد. صلوا على النبي.